قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تعبنا في تحضير المحتوى يوصل لكم كامل ومتجدد. تخيل معايا تكون أقوى ملك في العالم وتموت وتنتقل لعالم تاني، عالم كله سحر وحركات ومعاك ذكريات العالم اللي فات. تخيلت هتعمل إيه؟ ده أنت هتكسر الدنيا. يلا صل على النبي وتعالى نبدأ الحكاية. ده هو جراي، أقوى ملك حكم الأرض، شخص ما فيش منه اتنين. وهو صغير اتساب قدام كنيسة وتربى فيها وما يعرفش يعني إيه أهل أو حب أو أي حاجة. حياته بائسة بكل المعاني وما فيش غير القتل اللي يعرفه. في يوم زهق من كل الحاجات دي وقعد يبص على درعه وهو زعلان من الحياة. فجأة نور غريب خطفه بعيد لمكان مختلف، وهناك سمع صوت بيكلمه وبيقول له ديان أنا عاوزك تبحث عن النور. جراي فتح عينه واتصدم. قدامه واحدة شايله طفل ومعاها واحد تاني فرحانين جدا إن الطفل كويس. وقتها جراي فهم كل حاجة، إن روحه اتنقلت جوه جسم الطفل ده، ودول تقريبا باباه ومامته. سموه أرس وكانوا فرحانين بيه جدا. مرت الأيام بسرعة وأرس لسه مش متعود لا على اسمه الجديد ولا على الجسم ده. أبوه وأمه كانوا بيعتنوا بيه جدا، لكن هو لسه مش واخد على الإحساس الجديد وكان محرج جدا. في مرة وهو بره البيت مع أبوه شاف أول حاجة صدمته. اكتشف إن العالم ده فيه سحر وحاجات تانية كتير ما كانتش موجودة في العالم الأول بتاعه. كمان عرف إن الوحوش مالية الدنيا حواليهم، وفهم إنه لازم يقوي نفسه في أسرع وقت لو عاوز يتأقلم. بعد 6 شهور أرس أخيرا قدر يحبي. أبوه كان في قمة السعادة لما شافه. كانوا بينعموه في مكانه ويسيبه ومفكرين إنه طفل عادي، لكن اللي ما يعرفوش أبوه وأمه إن أرس مش هيسكت. لا، ده بيستخدم البطانية كسلم وبينزل منها على طول، وبيحب لحد مكتبة البيت. هناك جاب كتاب وبدأ يقرأ عن العالم ده. قدر يوصل لمعلومات كتيرة وعرف إن العالم هنا مكون من 3 أقسام: مملكة درف اللي فيها الأقزام، مملكة إليانور اللي فيها 1000، وأخيرا مملكة سابين اللي هي مملكة البشر والأكبر فيهم. فتح كتاب تاني ولقاه بيتكلم عن السحر وأنواعه وطرق استخدامه. أرس ما كانش فاهم السحر المقصود هنا، لكنه في العالم الأول بتاعه كان بيستخدم حاجة قريبة منه اسمها الكي. جرب ينفذها وركز كل حواسه علشان يجمع قوته، وفعلا ظهرت نواته. لكن وهو لسه هيكمل فجأة أمه دخلت عليه وقطعت تدريبه ورجعته أوضته وقالت له يبلع ويرتاح. مرت الأيام كانت قاعدة تكتب ذكريات عنه وشايفاه ولد ذكي جدا بيحب القراءة كتير، لكن كانت مستغربة إنها ما شفتوش ولا مرة بيضحك. السبب ما كانش واضح لها. المرة الوحيدة اللي حست فيها إنه بيتأثر كانت لما خرج من البيت على المدينة، وحست إنه مهتم جدا بالأسلحة والسحر. بعد مرور الوقت أرس كمل 2 أبوه أخده بره علشان يعلمه استخدام السيف. أرس بدأ يتدرب، لكن لسوء حظهم أمه شافته. راحت على طول لجوزها وابتدت تزعق له أنت بتعمل إيه بابني اللي لسه ماشي يا راجل يا عديم النفع. ودت له كلمتين في جنابه. الأب طبعا اعتذر. بعدها الأم أخدت أرس جوه علشان تاكله، لكنه لما شاف الكتب قال لها أنا عاوزها. الأم ردت كتب إيه يا عم؟ لا كفاية قراءة بقى، نظرك هيضعف. لكن أرس خلاص كان عقد العزم. قدام نظراته دي الأم استسلمت وثبته يقرأ. اللي الأم ما تعرفوش يا صديقي إن أرس مش بيقرأ وبس، لا ده بيقرأ وبيجمع المانا في كل حتة في جسمه. فجأة وهو بيكون نواته البيت انفجر. الأب والأم كانوا بره والحطام كان هيحرقهم. الأم جريت بكل سرعتها على ابنها علشان تتأكد إنه بخير. دخلوا بسرعة، لكن الأب لما وصل اتصدم. أرس مش طفل عادي، ده قدر يكون دايرة مانا وهو لسه ما كملش 2 أرس نزل على الأرض بكل ثقة وبدأ يتحرك ناحيتهم، وفجأة السقف وقع عليه. أرس حاول يجري بسرعة لكنه كان خلاص هيموت، بس الأم بكل سرعتها لحقت تمسكه، والأب من فوقهم طير الحطام. أرس حمد ربنا إنه بخير، لكن الأم من فرحتها فضلت تعيط وهي بتشكر جوزها علشان لحقهم. فضلت تطبطب على ابنها وهي في قمة السعادة. الأب هو كمان كان بيعيط من الفرح. أرس مش فاهم إيه اللي بيحصل، ليه بيعيطوا؟ هو مش فاهم المشاعر الدافية دي، لكنه لقى نفسه هو كمان بيعيط معاهم، وحس لأول مرة بحلاوة العيلة وقال بالرغم إني مش فاهم إحنا بنعيط ليه، بس أنا مرتاح جدا. ولو وصلت لحد هنا فأنت أكيد مستمتع. تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب واكتب لي في الكومنت رأيك. نرجع تاني للأحداث. تاني يوم أرس بحلم من حياته السابقة. شاف نفسه وهو بينافس حاكم على أحد المجرمين. المجرم ده كان بيترجاه يسيب عيلته ويقتله هو أو يعمل أي حاجة تانية، لكن جراي من غير أي شفقة قتل العيلة قدام الراجل ده وخلص عليهم، لأنه ما كانش عنده أي مشاعر أو رحمة تجاه أي حد. صحى أرس من النوم وأبوه أخده للحديقة علشان يديه أول سلاح ليه. جاب له قفاز شكله جامد ومفكر إن أرس هيقبله، لكن أرس رفض واختار سيف. أبوه لما شافه قال له تعالى أعلمك المبارزة. الأب استخدم طاقته على العصاية اللي في إيده وقال لأرس هجم عليا. أرس فعل المانع عنده وفي لحظة واحدة كسر سلاح أبوه. الأب اتصدم من الموهبة اللي قدام عينه، ما عادش مصدق اللي بيشوفه. على طول قرر يبلغ الأم باللي حصل.
وبيقول لها إنهم محتاجين يودوا آرثر للعاصمة علشان يتعلم هناك، وده لأن الأب بعد ما شاف موهبته عرف إنه محتاج خبير. الأم في الأول كانت رافضة الكلام، لكن بعد ما عرفت إنهم كلهم هيروحوا معاه لمت شنطتها في أسرع وقت وقالت يلا بينا. بعد شوية وقت وصل كل أصحاب العيلة علشان يحرسوهم أثناء الرحلة. آرثر اتعرف عليهم والدنيا كانت زي الفل. ركبوا العربية ومشوا بيها، والطريق كان هياخد يومين بالكتير. في النص وحوش هاجمتهم، لكن الناس دول ما كانوش بيهزروا، خلصوا على أي حاجة في وشهم. بعدها قعدوا في المكان ده ياكلوا. آرثر كان بياكل في طبقه عادي وبص على أمه ولاحظ إنها ما بتاكلش وكان شكلها غريب شوية. المهم الأب كان متعور ودلوقتي لازم إريس تقوم وتعالجه، وهي لسه رايحة. هوبا الكل أخد وضع الحراسة. أيوة سحر العلاج ده نادر جدا، ولو حد شافها وهي بتستخدمه مش هيكون كويس، لكن في الآخر خلصت علاجه والدنيا رجعت تمام. بعد كده راح واحد من المحاربين لآرثر وقال له تعالى يا بطل نتبارز سوا. آرثر استغرب وقال نتبارز إيه؟ أنا قد دراعك. بس فعلا راحوا يتبارزوا، وشكل المحارب ما كانش بيهزر. بدأ القتال وآرثر على طول فعل المانة بتاعته في رجليه واختفى من قدامه. المحارب حاول يضربه من هنا، لكن آرثر صد كل الهجمات. الكل كان مصدوم ومش مصدق نفسه، بس للأسف بسبب جسمه الخفيف طار هو والسلاح اللي في إيده. البنت أنقذته بسرعة ووبخت المحارب علشان استخدم قوته ضد طفل صغير، لكن المحارب رد وقال لو ما عملتش كده كنت هموت، انتوا مش عارفين هو قد ايه قوي. الكل سكت على الموضوع إلا جاسمين اللي قربت من آرثر وسألته انت عملت الحركات دي ازاي اتحركت بالسرعة دي واختفيت من قدامه؟ آرثر ما كانش عايز يطلع معلوماته، بس قدام طريقتها ما قدرش يرفض، فعلمها الحركات دي وبقوا قريبين من بعض جدا. بقوا أحلى أصحاب، وخصوصا إنها أصغر واحدة في المجموعة وأقرب واحدة ليه. الصبح جاسمين أدت له سكينة وقالت دي أول هدية مقابل تعليمك ليا. وأخيرا كملوا الرحلة والدنيا كانت زي الفل، لكن فجأة مجموعة قطاع طرق ظهروا في المكان وحاصروهم من كل اتجاه. الكل أخذ وضع القتال وبدأوا يواجهوهم. عددهم كان كبير جدا، ورغم إن قوتهم ضعيفة إلا إنهم كانوا بيعوضوا ده بالعدد. علشان كده الأب نادى على آرثر وقال له خد أمك واهرب في أسرع وقت. الأم رفضت وكانت عايزة تعالجه بأي طريقة، لكن الأب كان عارف خطورة استخدام قوتها وقال لآرثر أمك حامل يا آرثر، أنت هتبقى أخ كبير، خدها بسرعة واهرب من المكان علشان نلحق نحميها. آرثر في الأول ما كانش عايز يهرب وكان عايز يقاتل، لكن لما عارف إن أمه حامل مسك إيدها وقرر يهرب. المجرمين حاولوا يضربوا عليهم أثناء الهروب، لكن الكل وقف لهم بالمرصاد وفتحوا لهم الطريق. خلاص هربوا بعيد، لكن فجأة ظهر ساحر. آرثر شافه وبعد أمه عنه وأخذ الضربة مكانها. طار بعيد وكان هيقع من على الجبل. بالخنجر اللي معاه رماه وربطه بيه علشان يموت. الكل حاول يستخدم قوته يلحقه، لكن المسافة كانت بعيدة جدا. آرثر خلاص كان هيموت. وقع قدام الكل في مشهد حزين جدا. الأم صرخت عليه، لكن رغم إنه ضحى بنفسه علشان عيلته كان حاسس بالفرح لأنه عمل اللي عليه. وقتها افتكر مشاعر الحمد لله كنت عايز أكون أخ كبير، بس يلا اللي حصل. وبعدها وقع من على الجبل. تفتكر مات خلاص؟ لا والله، ده بطل الحكاية. الواد قام ولقى وحش قدامه، قال أنا فين وبعمل إيه هنا؟ الوحش رد عليه وقال له اهدأ وأنا هحكي لك كل حاجة. لكن آرثر خاف وهاجم عليه بغباء. النتيجة وقع على الأرض جسمه متدغدغ. الوحش بدأ يعرفه اللي حصل وقال له إنه أنقذه بعد ما وقع في الغابة وجابه لحد هنا. كمان طمنه وقال له أبوك وأمك بخير وقدروا ينجوا من قطاع الطرق. آرثر بعد ما سمع الكلام ده فرح جدا وشكره. الوحش قال له ولا يهمك يا عم، أهم حاجة كل الفاكهة دي بسرعة علشان هتعالج جراحك. آرثر فعلا أكلها وجسمه بدأ يخف. كان عايز يخرج من الغابة، لكن الوحش قال له خروجك دلوقتي مستحيل بسبب خطورة الوحوش بره، وبقوتك الحالية مش هتقدر تعيش. آرثر سأله طب والحل؟ الوحش رد وقال بسيطة قوي، تعرف أنا بعمل إيه دلوقتي؟ آرثر اتصدم وقال له أنت بتستخدم السحر وكمان بتمتصه من الهواء، إزاي؟ الوحش قال له علشان أعلمك التقنية دي لازم تجاوبني على سؤال واحد، ولو نجحت هعلمك التقنية الأسطورية دي. آرثر اتحمس وقال له خلصانة يا باشا، اسأل براحتك. الوحش قال تمام، لو علمتك التقنية دي هتعمل بيها إيه؟ آرثر وقتها افتكر قطاع الطرق اللي هاجموهم، وافتكر أبوه وأمه وهم بعيد عنه. اتعصب وقال له هقتل أي حد يبعدني عن عيلتي. الوحش اداله واحدة على دماغه وطيره وقال له أنت فشلت في الاختبار، أنا مش هعلم حد بيقول كده. آرثر اتصدم ومش فاهم هو عمل إيه غلط. ساعتها الوحش بدأ يشرح وقال له بص يا ابني، أولا كده أنا اسمي سيلفيا وبإيدي دي أقدر قلتلك دلوقتي من غير ما تتحرك حركة واحدة بس. وبعدين مشاعر الكره والغضب والانتقام مش هتعمل أي حاجة ولا هتفيدك في حياتك. ممكن ترتاح شوية بس هترجع لنفس العذاب من جديد، إنما برضو بنفس الإيد دي أقدر أطبطب عليك وأحميك وما خليش أي حد يقرب منك. ودي هي الميزة في الحياة، إنك تعيش علشان هدفك جدا، ولو وصلت لحد
لحد هنا فانت اكيد مستمتع. متنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب واكتب لي في الكومنت رأيك. نرجع تاني للأحداث. تعيش علشان هدفك وتحاول تحميه وتكبره. فبعد ما سمع كل الكلام ده دلوقتي هيعمل ايه؟ بالقوة أرثر في الوقت ده بيفتكر كل الذكريات الجميلة اللي عاشها مع بومو وأصحابهم والوقت اللي قضوه سوا. بيقول لها أنا هستخدم القوة دي علشان أحميهم، مش هكون ضعيف واسيب حاجة تحصل لهم من تاني. سيلفيا بتفرح جدا بقراره وبتقول له خلاص تمام، وبتعلمه تقنيتها. الواد بيبقى جامد وتمام التمام. لكن في الوقت ده كان في وحش تاني من نفس النوع موجود، شكله بيدور على سيلفيا ومش ناوي على خير. أثناء ما سيلفيا كانت بتجهز أرثر علشان تطلعه من المكان، فجأة بتسمع صوت الوحش. بتخبيه وبتقول له بصوت واطي ما تتكلمش ولا تبين نفسك دلوقتي بأي وسيلة. بتجهز نفسها والوحش بيكلمها. عاملة ايه يا ست البنات؟ استخبيتي بعد ما اتجرحتي مننا وخلاص فاضلك أيام وتموتي. عالي معايا بالذوق وسلمي اللي معاكي علشان الأمور ما تتعقدش. سيلفيا بترد لا، وبتتحول لشكلها الحقيقي وتطلع تنين أبيض شكله جامد جدا، وبتقول له انت فاكر انك تقدر عليا؟ ده في أحلامك. بتهاجمه بهجوم جبار، لكن الوحش بيصدها وبيرد لها الضربة وبيضرب في كل حته. سيلفيا بتخاف لأرثر يصاب، والوحش بيستغل انها مش مركزة معاه وبيضرب ضربة بكل قوة. خلاص كانت هتموت، بس سيلفيا بتفعل قدرتها لأول مرة وبتوقف الزمن في المكان. بتطلب من أرثر يخرج بره. الواد مش فاهم أي حاجة، بيقول لها ايه اللي بيحصل ومين ده وانت مين؟ سيلفيا بترد للأسف مفيش وقت أجاوبك، أنا مجروحة وجرحي بينزف، قدامي كام ساعة بكتير وهموت. بتفتح له بوابة مكانية وبتقول البوابة دي هتخرجك بعيد عن هنا، انت عاوز أقربك من بيتك بس طاقتي ما عادتش تسمح. عموما أنا مجهزة لك كام هدية هيساعدوك في رحلتك. خد البيضة دي ولفها بالريشة علشان محدش يعرف إنها معاك. بعدها بتقرب منه وبتديله حاجة غريبة، ودرع الواد كله بيتكتب عليه علامات مش مفهومة. سيلفيا بتقول له يلا بسرعة امشي من هنا، روح للبوابة قبل ما يحصل لك أي مشاكل. أرثر فعلا كان عاوز يروح، بس بيفتكر كل اللي مر بيه هنا، وافتكر سيلفيا واعتنائها بيه وكل الحاجات الحلوة اللي عملتها معاه. بيقول لها أنا مش فارق معايا إذا كنت تنين أو وحش أو حتى ملاك، أنا بحبك ومش عاوزك تبعدي عني، عايزك تفضلي معايا على طول. سيلفيا بترد بس أنت عندك أم وعيلة ومش هينفع أكون معاك. أرثر يقول لها وإيه المشكلة؟ خلاص مش لازم تكوني أمي، كوني جدتي، أنا مش عاوز أسيبك. سيلفيا بتفرح جدا من الكلمة دي وبتعيط، بتشكره على كل الكلام الحلو وبتخليه يمشي بالعافية. بتطلب منه يعتني بنفسه لآخر مرة، وبوم تقفل البوابة. الواد كان عاوز يرجع لها بس خلاص سيلفيا عقدت القرار ورجعت تقاتل الوحش بكل شراسة. بتبدأ المعركة من جديد بينهم ومحدش فاهم ايه اللي بيحصل. الوحش بيحاول يهجم على سيلفي ويقتلها، لكنها بتضربه هي كمان وبتدمر المكان كله. أرثر بيصحى في مكان بعيد في الغابة وكان زعلان جدا. بعدها وهو لسه ما عملش حاجة بيسمع صوت صريخ بنت في الغابة. على طول بيفعل قوته وبيجري يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي مجموعة قطاع طرق خاطفين بنت صغيرة شكلهم عاوزين يبيعوها. يفتكر قطاع الطرق اللي باعوه عن عيلته وبيتعصب جدا. بيتبعهم لحد بالليل وبيجمع قوته علشان يهاجم. بيشوف مجموعة وحوش سحرية مربوطة بسلاسل، فبيستغل النقطة دي لصالحه، بيحدف عليهم حاجة تخليهم يصوروا. أحد الرجال بيروح يشوف فيه ايه، وهوب أرثر بيظهر من وراه ويخلص عليه بسهولة، بياخد منه السلاح. تاني بيستغرب انه اتأخر، يروح يشوفه وأرثر بينهيه. التالت بيسمع الصوت وبيجي. أرثر بيعوره في رجليه لكنه ما بيموت، وبينادي على الرابع اللي المفروض ساحر، لكن أرثر مش هيسيب. بسرعة بيحرق له رجليه وضربة واحدة على دماغه بتخلص عليه. بعدها بيروح على الأخير وبوم بينهيه. الدنيا رجعت تمام. وأخيرا بيروح للبنت المخطوفة، بيفك العصابة من على عينيها وبيقول لها ما تقلقيش بتوع الطرق خلصوا، ارجعي بيت. ياخد اللي هو عاوزه وكان ماشي، لكن البنت بتمسك ايده وتقول له ما تسيبنيش لوحد، تصعب عليه جدا. بيقول لها تمام وصلك بيت. البنت اسمها تيسيا، تشوف الحيوانات المحبوسة بتحررهم. أرثر ما كانش عاوز يعمل كده بس خلاص اللي حصل حصل. بيمشوا ناحية بيتها واللي اتضح إنها من الألف وبلدتها جوه الغابة شوية. بيكملوا ماشي سوا وأرثر بيعمل لها الأكل في الطريق ويهتم بيها. بالليل تيسيا بتخاف تنام لوحدها في الخيمة، فأرثر بيدخل معاها ويفضل قاعد جنبها لحد ما تنام. مع الوقت بقوا أصحاب جدا، لكن أرثر بيبدأ يحس بوجع غريب في جسمه ويضطر يقعد ويرتاح كل شوية. هو في الحالة دي بيشوف وحش من اللي حرروه جاي عليه، فبيخاف يهاجمه، لكن الوحش بيسيب لهم أكل ويمشي كأنه بيشكر
بيشكرهم، بياكلوا الأكل اللي كان طعمه حلو وبعدها بيناموا. الصبح بيكملوا ماشي في الغابة وأخيرا بيوصلوا لمدخل الألف. تاسيا أول ما بتشوفه بتفرح جدا وبتطلب من آرثر يدخل معاها. هو كان قلقان شوية لكن في الآخر بيسمع كلامها وبيدخل. بعد ما الواد بيدخل كل بيقابله كلبشات في إيديه. أيوة البشر مش مرحب بيهم هنا يا حبيبي. تاسيا كانت واقفة ساكتة شايفاهم بيكلبسوه خلاص. آرثر قال انضحك عليا، بس تخيل إن العبيطة دي تضحك عليه. لا والله البنت بتدافع عنه وبتخلي الحراس يسيبوه. كمان جدها بيوصل وبيوقفهم، واللي اتضح إن تاسيا مش بنت عادية، دي أميرة مملكة الإلف وجدها هو الحاكم السابق للبلاد. يعني من الآخر كده محدش يقدر يزعلها. المهم آرثر بيمشي معاها جوه البلد، كل بيبصوا له بنظرات احتقار لأنهم بيقولوا إيه اللي جاب البشري ده في أرضنا، لازم يموت حالا. الأب والأم أخيرا بيوصلوا وكانوا فرحانين جدا ببنتهم، مش مصدقين عينيهم، لكن برضه مش راضيين بآرثر ولا معترفين بيه. المهم على طول الواد بيدخل جوه وبيحكي لهم على كل اللي حصل ومحدش بيصدق قصته نهائي. إزاي هتقدر تخلص على قطاع الطرق بجسمك الضعيف ده؟ شكلك كده بتكذب علينا. الواد طبعا بيسكت ومحدش بيدافع عنه غير الجد. بشكله كده عجبه الواد وشجعته. آرثر بيقول للملك إنه خلاص رجع بنته وهيسيب البلد بتاعتهم ويمشي علشان يرجع لعيلته، مش عاوز منهم حاجة غير حد يساعده يوصل لأول بلد بشر كده. شكرا جدا ليهم. الملك بيقول له تمام، الصبح هبعت لك الجنود يوصلوه. آرثر بيرجع على اوضته يستحمى ويغير، كان بيحس بوجع كبير جدا في قلبه، مش فاهم ايه اللي بيحصل له. بيطلع يتمشى يشم شوية هوا في الحديقة وبيشوف تاسيا واقفة مع العيلة بتاعتها. كانت فرحانة جدا والحنين لعيلته بيسيطر عليه، عاوز يشوفهم في أسرع وقت. المهم وهو واقف تاسيا بتدخل عليه وتزعق له علشان هيسيبها ويمشي. بتقول له يا عم افرد وشك وافرح بقى شوية، هتخلص مني خلاص. الواد بيحاول يهديها بس شكلها هتتجنن عليه. في الوقت ده آرثر بيحس بهجوم قوي عليها وبيصده في ثانية. بيجري ناحية الشخص اللي ضرب وهوب ده الجد فيروين. الله انت ايه اللي جابك هنا وضربت ليه من شوية؟ فيروين بيعرف انه ما ضربش ولا حاجة، بالعكس دي كانت حشرة شفافة ومستحيل تأثر عليها، بس هو حب يجرب الشخص اللي هزم قطاع الطرق يشوف هل هو صادق ولا لا. بيطلع بعدها سيفه معاه وبيبعد تاسيا من المكان وبيقول له يلا تعالى واجهني. آرثر ما كانش عاوز يواجهه لكن بيضطر يوافق علشان يثبت صحة موقفه. بيبدأ الهجوم فعلا والوقت كان سريع جدا. العجوز بيصد الهجمة وبيفادي كل هجماته، لكن آرثر بيحاول معاه كمان وكمان. السيف بتاعه بيتكسر وكان هيخبط تاسيا لكن بصعوبة بينقذها، بيقلبها سحر عليه وبيهجم بسرعة أكتر وأكتر. والجد بيحاول يضربه ولكن هوب كفاية عليك كده. أيوة الواد بيحط إيده على دماغه وبينتصر في القتال. الجد بقى اتحمس منه ولسه هيقتله بقوته الكاملة. راح تاسيا زنقاه من وراه لم نفسك بقى يا عم العجوز، انت مش شايف انه اصغر منك ولا ايه؟ الجد فعلا بيسمع الكلام وبيعتذر علشان عمل كل ده. بيقول لآرثر بعدها بما اني شفت قوتك عندي ليك اقتراح، ايه رأيك تكون تلميذي؟ الواد لسه مردش وهوب بيلاقي جسمه كله بيوجعه من جديد، بيقع على الارض مش قادر يتحرك. العجوز بيقول له زي ما توقعت انت عندك إرادة وحش انت كمان، ولو ما بقتش تلميذي اعتقد انك خلاص هتموت. المهم بعد ما آرثر بيسمع الكلام ده يروح ينام، لكن بيحلم بحلم غريب جدا. بيحلم بوحش واقف قدامه وبيهجم عليه. بيحس بعدها بوجع في قلبه مش طبيعي وبيصحى من النوم على طول. علشان كده الواد بيغير هدومه وبيطلع بره يقابل فيرون علشان هيوصلوا النهارده عند واحدة صاحبته. المفروض ان الست دي هي اللي هتخليه يتواصل مع عيلته من خلالها ويحسم قراره، يا اما يفضل هنا ويكون تلميذ فيرون يا اما يروح يقعد مع عيلته. المهم بيوصلوا عند الست فعلا وبتقابلهم على الباب وبيدخلوا جوه يتعرفوا. شكلها كده تعرف فيرون من زمان. المهم بتحس بحاجة غريبة من آرثر وبتقول له مش هدور وراك النهارده، انا عارفه انك جاي علشان تشوف عيلتك، ركز في الميه اللي قدامك وتخيلهم في دماغك وبعدها كلمهم. الواد فعلا بدأ يتخيل شكل عيلته وملامحهم وحركاتهم وكل حاجه فاكرها. فعلا ظهروا قدامه وكانوا قاعدين بياكلوا في امان الله. هوب يسمعوا صوت ابنهم بيتكلم، ايوه ده ابنكم اللي بقاله اكتر من شهرين بعيد عن البيت. الاب والام طبعا ما كانوش مصدقين ودانهم وطاروا من الفرح. الواد بيعرفهم انه بخير والدنيا زي الفل، كان عاوز يرجع يشوفهم في اسرع وقت لكن حصلت مشكله في جوهر المانا بتاعه وهيضطر يفضل هنا علشان يعالجها. بيعرفهم كمان انه بيحبهم. العيله كانت في قمه السعاده. بعدها الواد بيبص لفيروين وبيطلب منه يخليه تلميذه. فعلا فيروين بيوافق على طلبه والدنيا تمام التمام. اخيرا بيرجعوا للقصر والعيله بترحب بآرثر بشكل ودي لاول مره. الدنيا زي الفل، ما خلاص بقى صديق الاميره وكمان تلميذ الكبير. محدش
محدش يقدر يقول له حاجة يا باشا. وكاحتفال باليوم ده تيسيا بتاخد أرثر في لفة حوالين المدينة، يزقطوا ويلعبوا وياكلوا وحاجة آخر روقان. بس وهما ماشيين الواد التافه ده بيخبط في أرثر وبيستهزئ بيه علشان مفكره ضعيف وجاي هنا بالواسطة. الضعيف قال بياخد البوكس التمام وبيطير، وبعدها بيكملوا اللفة الخطيرة. تيسيا كانت فرحانة جدا وفي قمة الانبساط، وخلاص حبيب القلب هيفضل معاها. المهم بعدها بيحين موعد أول تدريب لأرثر مع المعلم بتاعه. التدريب هيكون عن التحكم في إرادة الوحش اللي جواه، وبالرغم إن التدريب باين إنه صعب، لكن تخيل أرثر حاجة هتصعب عليه. ده عند أمه البيت الواد بيتعلم بسرعة وبشراسة. قصة مش هتوقف هنا، فلو عايزنا نكمل ونوصل للذروة ادعمني بلايك وسبسكرايب وسيب تعليق.